واشتراك في الأجر. فالاشتراك في الملك لا بد أن يكون لواحد، لا بد أن يكون لواحد هو الذي يضحي. وإذا أراد الواحد أن يشرك غيره في الأجر أشرك، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين ضحى فذبح الكبش الأول وقال: بسم الله، اللهم إن هذا منك وإليك، اللهم إن هذا عني وعن أهل بيتي، اللهم إن هذا منك وإليك. هذا اشتراك ملك خاص به صلى الله عليه وسلم، ثم أدخل أهله معه في الأجر لا في الملكية. ولهذا لو جاءت زوجتك وقالت: أنا أريد أن أشاركك في الأجر لتشتري الأضحية لي ولك ليكون لنا الأجر سواء، بمعنى أن لها نصف ولك نصف، لا تجزئ الأضحية، لا بد أن تكون الأضحية ملكا لك كلها، ثم تشرك من شئت في الأجر، فتشرك والدك وتشرك والدتك وتشرك أهلك. ولهذا ذبح النبي الكبش الأول فقال: اللهم إن هذا عني وعن أهل بيتي. وذبح النبي كبشا آخر وقال: اللهم إن هذا عمن لم يضحي من أمتي. ففرقوا بين اشتراك الملك واشتراك الأجر، لأنها مسألة لا بد أن تضبط عند كثير من المسلمين فيما يتعلق بهذه الأضحية العظيمة. عظموا ما عظم الله معاشر المسلمين، وطيبوا بها أنفسكم، فإنها عبادة. كان الرسول يخرج بها في يوم العيد ويذبحها على مرأى ومسمع من الناس، مما يدل على إظهار هذه الشعيرة العظيمة، وهي من الشعائر العظيمة الظاهرة التي جاء بها الإسلام. أسأل الله لي ولكم